أهلا بكم من راديو الحرية مباشر. انسحاب الدكتور خالد العبيدي والدكتور فيصل الشريف والسينمائي رضا طليلي من ندوة السينما الذاكرة المنعقد في مدينة ناظور المغربية، وذلك احتجاجا على وجود إسرائيلي بين المشاركين. وقد انسحب الوفد التونسي بعد ما كشف المشارك عن هويته الإسرائيلية، وأصدر تونسيون المشاركون في الندوة بيانا وقع معهم الميساوي الحجلاوي من المغرب، كشفوا فيها عن أسباب الانسحاب متاعهم، وهي بالأساس رفض التطبيع والتمسك بمطالب الشعب الفلسطيني.